انت ما بتحبهاش ولا ولادي بيحبوها، بس انا بعشقها. والنهارده بقى هخليكي تدمنيها، مش هقولك تحبيها، هخليكي تدمنيها وانت اللي هتطلبيها، وولادك كمان هيطلبوها منك. يا ترى دي ايه؟ هتخشي بدايه الوصفه على طول هتعرفي هي دي ايه. صلى على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. عايزه اقول لكم ده انا من النوع اللي بعشقها وهي سخنه وهي بارده، حتى لو باتت لي تاني يوم بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقفه اللي احنا واقفينها دي مش بالسهل، واكيد كده ايه انتوا عرفتوا بدل ما شفتوا الحاجات دي يبقى قلتوا ايه عرفتوا المقادير. بس انا عايزه اقول لكم بقى كده في الاول مش اللي في دماغكم خالص. تعالوا بقى نسمي الله وما تنسوش تصلوا على رسول الله. معانا بيضتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، بيضتين بلدي كده ايه، اللهم صل على النبي. كده عرفتوا ايه؟ هتقولوا كيكه ومعانا دقيق ومعانا نشا ومعانا ايه توابل، مش كيكه. توابل معانا ايه بقى؟ كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، توابل لحمه. توابل لحمه ومعانا فصين 2 توم ناعم. فهمتوا كده الوصفه بتاعتنا ولا لسه؟ لسه. واقلب كده ايه مع البيض، اوعى حد يفهمني غلط. اضربهم كويس جدا لحد ما يمكسوا مع بعض والخليط البيض ينضرب كويس جدا. معانا هنا ايه بقى؟ معلقتين 2 كبار من النشا كده اهو. مش كده عرفتوا الوصفه بتاعتنا ولا لسه؟ ومعانا بقى ايه الدقيق. بنحط الدقيق قد ايه يا شيماء؟ على حسب الخليط ما يندمج معانا ويبقى ايه زي قوام الكيك كده، لا هو تقيل ولا هو خفيف. اوريكم دلوقتي. ومعانا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر اهي، نص معلقه كده صغيره، احنا مش عايزين كتير عشان الخليط بتاعنا مش كتير برضه. تمام تمام قوي. نمكسهم كده ايه برضه مع بعض. ما تنسوش يا اولاد رشه الملح. الله، عايزه اقول لكم الريحه دلوقتي بدات تظهر ما شاء الله، ولسه ما حطيناش الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا بقى عباره عن ايه يا شيماء؟ بصوا ده القوام بتاعها كده ايه، لا هو تقيل ولا هو خفيف زي ما انتم شايفين كده. تقيل يعني ممكن تكون تقيله معاكي كده في النزول، ولو خفيفه هتنزل معاكي بسرعه. لا احنا عايزين القوام ده حلو قوي. تمام. عايزين خفيفه عن كده ممكن تحلوه بشويه ميه. معانا هنا بقى ايه؟ عود كزبره على عود شبت. كده عرفتوا الوصفه بتاعتنا ايه؟ هتعملي ايه يا شيماء؟ ما الطبق قدامكم زهراء. كفايه قوي كده. عودين كزبره على عودين شبت، واقلبهم بقى كويس جدا كده. تمام تمام كده يا ولاد. تمام. عايزين بقى تخفوها بشويه ميه يبقى اوكي. شويه ميه ايه صغيرين كده بس كده. تمام تمام حلو زي الفل. اهو بصوا بعد الخلطه دي بقى ولادك هيحبوا القرنبيط موت. بصوا بقى، بصوا بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم والله العظيم بعد ما حطيت التوابل الريحه بتاعتها اللهم صل على النبي. بصوا بقى هتودي لكم الكرنبيط ده في حته تانيه خالص. ولازم نحط مع الخضره عودين 2 كزبره. الناس بتقول لا احنا بنحط شبت بس، طب جربي كده وهتدعي. بصي بقى القرنبيط بتاعك لما تيجي تسلقيه يعني ما تسلقهوش قوي، ما تهرهوش في السليق. تمام. وخلي الواحده الورديه ايه كده صغننه، وممكن تقسمي دي كمان على 2 عشان لما بتيجي بتتقلي والخلطه معاها بتنفش شويه. تمام. وبلاش تعملوا الحركه دي، بلاش يعني تعملوا ايه تخلوا القرنبيطه بتاعتكم مسلوقه معاكم وتمسكوها تعصروها كده، لا غلط. مش حابين كده على فكره. اللي بيخلي القرنبيط يشرب معاكم ميه لما تسلقوه قوي وتهروه في السليق. طول ما هو ماسك نفسه كده شويه عمره ما يشرب معاكم ميه. بصوا اهو بسم الله ما شاء الله، لا شارب ميه ولا اي حاجه. اهو شايفين القرنبيطه تكون ماسكه نفسها شويه كده وتقليها بقى. ولازم يكون يتقلي في ايه؟ في زيت غزير. لو انت هتعملي معاه اكله شعبيه زي مسقعه بتنجان فلفل حاجات من دي، اقلي الفلفل، اقلي البتنجان، اقلي البطاطس الاول، بعد كده الفلفل بتنجان، واخر حاجه تقليها الايه القرنبيط. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعوا لي. ايه رايكم بقى؟ بصوا الريحه اللهم صل على النبي. ده ايه يا مروان؟
مروان بيقول لكم ده فراخ الغلابه. بسم الله ما شاء الله بجد حلوه قوي. بصوا سامعين؟ سامعين؟ بس لسه سخنه. بسم الله ما شاء الله.